بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم مع امسيه كرويه جديده من قهوه فايق. وخليني اقول لحضراتكم انه خلاص النهارده وبكره هتبقى اخر حلقاتنا، هنتوقف خلال شهر رمضان ونرجع لكم بمشيئه الرحمن بعد شهر رمضان. قبل اي حاجه خلونا نرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا ومنورينا النهارده، ناقدنا الرياضي الكبير استاذ احمد الخضر. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك. كابتن ابراهيم، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. يا رب عليكم وعلينا يا رب. استاذ احمد عبد الباسط. كابتن ابراهيم مساء الفل. الله يخليك. عامل ايه؟ كله زي الفل. كله زي الفل. كله تمام. منور الدنيا. الله يخليك. استاذ خالد الاتربي، ازيك يا استاذ خالد؟ يا مساء الفل. عامل ايه؟ الحمد لله. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. استاذ محمود شوقي، ازيك يا ابو الشوق؟ حبيبي يا هيما، عامل ايه؟ طيب يا حبيبي. كله تمام؟ كله تمام. استاذ احمد شوقي، ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا بيه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. منور الدنيا. ربنا يخليك. شرفنا ومنورنا كمان استاذ عمرو جاب الله، ازيك يا استاذ عمرو؟ كابتن ابراهيم عامل ايه؟ كله زي الفل. يا رب دايما. يا دارش عامل ايه يا دارش؟ نعم الحمد لله. يا عمو ازيك يا كابتن؟ ازيك يا عمو حسن؟ الحمد لله يا تمام. عمو حسن نورني يا كابتن. توقعاتك لا خيشت. لا مش خيش. خيشت؟ لا قلت الزمالك يكسب كام؟ انا قلت 3-1 هيخش جون في الزمالك والصدر خلص الماتش كام؟ 2-1 والصدر ده المجنون. لا بس 2-1 ماشي ودخل جون فينا. ودخل جون بس انا قلت برضه 2-1 ولا 3-1؟ انت قلت 3-1. 3-1 ماشي، يعني ايه نحسب لك نص ماشي. نص عشان المكسب. طب والاهلي؟ انت قلت تعادل ايجابي، تعادل ايجابي طلع تعادل ايه؟ برضه، ما هو ايجابي زي 0-0. لا ازاي بقى يا عم حسن بقى، يعني ازاي ايجابي 0-0 ازاي بقى؟ نقطه ودي نقطه. لا هو هي همشيها لك ماشي يا عم حسن، بس ده تعادل سلبي بس ماشي اللي انت تؤمر بيه، خلاص ما فيش مشكله. انت ايه؟ انت شيش بيش خالص في طب بص يا كابتن، في التوقعات يا ريس. تعالى هنا تعالى هنا. الشوط الاول شفت بين رمضان والكور اصلا ما تضيعش، صح لا كده؟ ما تضيعش، لا صح كده صدقا يعني. ايوه الماتش ده لو اتلعب صح كان الاهلي هيكسب 4 على الاقل، ماشي. لو في ناس بتهدف وناس، انما الاهلي ما عندوش حد بيهدف. احنا ده دخلت في لا ما عندوش حد بيهدف والله. على ملك التحليل. بالظبط. لا مفيش فيرود اللي تعتمد عليه الكره تجيله هيجيبها. ده كلام حلو قوي، ده كلام عظيم. نبتدي نخش في الشغلانه على طول. متشكرين يا عم حسن، متشكرين يا دارش. طيب تفاصيل في الديتيلز، نتكلم في موضوع اللي حصل امبارح في الماتش بتفاصيله كلها، في ماتش الجيش الملكي، بدون يعني مقدمات. العقوبه النهارده النادي الاهلي بينزل بيان بيقول فيه يا جماعه انا ما نزلتش بيان وقتها للاسباب التاليه، وبيشرح للناس الموضوع كله. عندنا البيان لو سمحت يا ريت تجيبوا لنا على الشاشه اهو بالظبط كده. قال لك احنا رفضنا شكوى الجيش الملكي لهذه الاسباب اليوم، ووضعنا الحقائق كامله امام الكاف. قال النادي الاهلي وهو يحفظ حق كل الانديه الشقيقة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام الجهات المختصة، يؤكد على أنه عقب أحداث المباراة الأولى بين الأهلي والجيش الملكي الشقيقة الذي جرت كذا كذا، والحكاية كلكم حضراتكم عارفينها وموجودة في البيان اللي النادي الأهلي فيها. بيقول أن هو كان حريص أكتر على الحفاظ على العلاقات، حريص أكتر على أنه يبقى المشهد كله بيتم إصلاحه عن طريق الاتحاد الافريقي لكره القدم. على طول لجنه او الكاف او لجنه الانضباط نزلت بيان، استنكرت وشجبت وقالت ومش هينفع وازاي والكلام ده كله في اسرع وقت. دي حاجه برضو من الحاجات اللي بشوفها كويسه جدا ايجابيه. اتمنى ان هم يعملوها كده في بقيه كل الماتشات اللي تبقى على وضد، مش بس الماتشات اللي بيبقى فيها اطراف فرق مصريه. لكن احنا دلوقتي بصدد مناقشه ما حدث بالامس وما نجم عنه والمتوقع في العقوبات. زي الاستاذ احمد، ابتدي بزمايلنا الاهلاويه الاول، الصحفيين في الاهلي، نعرف المعلومه عندهم اخبارها ايه. استاذ شوقي. شوف يا ابراهيم، ترتيب الاحداث كده، المباراه الاولى اللي كانت في المغرب شهدت طبعا احداث مؤسفه، احداث مؤسفه، مصوره صوت وصوره واحداث وتسجيل مراقب وكل حاجه. ماشي. النادي الاهلي زي ما انت عارف امتنع عن تقديم اي شكوى. طب اللي حصل امبارح كان يستوجب من فريق متاهل، الجيش الملكي المغربي فريق متاهل، ان هو يسارع بتقديم شكوى بهذا الشكل ويصعد الامور بهذا الشكل. انا اتصور انه الجيش الملكي المغربي عمل سابقه خطوه مرفوضه من وجهه نظر انا، وسلبيه جدا في العلاقه ما بين الجيش الملكي والنادي الاهلي، والعلاقه بين مصر والمغرب بدون اي مواربه. ده رقم واحد. رقم اثنين، جمهور النادي الاهلي اما القى زجاجات بهذه الكميات الرهيبه داخل الملعب، ده سلوك مرفوض تماما تماما، ويكلف النادي الاهلي مخاطر كبيره جدا ماليه وعقوبات وتهديد للجمهور نفسه بالحرمان بعد كده، والمتضرر في النهايه هو تيشيرت النادي الاهلي. الاتحاد الافريقي لكره القدم، انت قلت جمله مهمه جدا جدا بقى، ودي لازم فعلا احنا نستفيد فيها.
انا بشوف طول الوقت ان الاتحاد الافريقي لكره القدم دايما يتعامل بمكيالين طول الوقت. هو اتحاد غريب من نوعه. بالمناسبه انا غطيت الاتحاد الافريقي سنوات طويله يعني، ماشي، ونعرف كثير من الكواليس، لكن في السنوات الاخيره بيحصل بعض التصرفات انه الجانب المغربي على وجه الخصوص في بعض المباريات كنت رافع الجانب المغربي الامور بتدار بشكل في على الاقل شكوك. انا هنا بتكلم بمنتهى الوضوح يا ابراهيم، لان فعلا امام حادثه غريبه. النادي الاهلي وهو بيطلع البيان النهارده وبيستغرب موقف الجيش الملكي المغربي، ده استغراب في محله. يعني انا امتنعت كنادي اهلي ان انا اصعد الامور مع الجيش الملكي المغربي رغم ان الامور كانت قبل الاشتعال. بالمناسبه ما كانتش مجرد واقعه عاديه. لا، النادي الاهلي تغاضى على الامر واكتفى انه الماتش عدى على خير واللعيبه رجعت بسلام الله. توقعاتك للعقوبات تبقى ايه؟ لا، هي مش توقعات بقدر ما هي معلومات او معلومات او تفسير لائحه. كويس، احسن زي ما انت شرحت امبارح. احسن معلومات، احسن تعبير، افضل. الفكره هنا المراقب المباراه الليبي او المراقب النيجيري اللي كانوا موجودين في المباراه اكيد سجلوا ملاحظات كتيره جدا. ماشي، كويس، لكن كلها في اطار القاء زجاجات، مناوشات ما بين الجمهور. هل تم القاء اي آلة حادة في الملعب؟ لا. هل حصل اشتباكات تسببت في ايذاء اي لعيب؟ لا. حد من الاجهزه الفنيه تضرر؟ لا. اذا كل ده بيؤكد انها رايحه في اتجاه غرامات ماليه. عظيم. طيب قبل ما اروح لخالد، استاذ احمد. طيب يمكن انا طبعا تصرف غير مقبول، وانا شايف الجماهير ضغط على لعيبه النادي الاهلي. يعني فرهده بالبلدي كده، فرهده اللعيبه كل شويه الماتش يقف ورمي زجاجاته. لا، طب انت هو الماتش مهم؟ لا. على الصعود؟ لا. نهائي افريقيا؟ لا. ايه ده كله؟ ليه الافوره؟ يعني انا مش عايز اسمن اي سلوك مرفوض. صحيح. لكن النهارده يعني انا لما يطلع نجم زملكاوي النهارده يطلع يقول لك انتوا عايزين امام ورد. ايوه، انت الاهلي وانت مصر، حتى لو حد عمل معاك كده انت ما تعملش معاه كده. يعني انت بتتفخر ان لازم برافو ان انتوا رميتوا ازاز. ده ما ينفعش، ما ينفعش. ده يبقى سلوك ان احنا نأيده. يعني الخاسر في الموضوع طبعا فرقه النادي الاهلي. يعني انا اعتقد ان الجمهور ضغط على الاهلي، ضغط على لعيبه الاهلي، مش ما كانش مساند ليه. سرعه بيان الكاف بالسرعه دي تقلق. انت بتسال على عقوبات، ده انت ولا استنيت مراقب ولا استنيت مش عارف ايه، واللي يفصص البيان ده انت بتبين، انت بتشاور ان احداث مؤسفه وبتطلب من لجنه الانضباط سرعه اتخاذ القرار. لا، ده انت الوضع كده يقلق. يعني انا اعتقد انه ممكن يزيد عن حكايه مجرد العقوبات. وبالنسبه للنادي الاهلي، لا، ما النادي الاهلي غلط انه ما اشتكاش. مش اشتكيش ليه؟ دي كوره. طبعا دي كوره. انت مستني ايه؟ ده سكينه معجون ومش سكينه معجون. انت مستني تشتكي في ايه؟ الكلام ده ما فيهوش هزار. انت كده، انت لما بتشتكي بتحمي النادي بتاعك، بتحمي فرقتك او الكلام ده. المجاملات ما تبقاش في حاجه زي كده اهو. انت بتتفرج. ما حسيتهاش مجامله بقدر ما انا حسيت ان النادي الاهلي عايز ياخد الزاويه الابعد شويه، اللي هو احس فيها انه بيشاور على اصلاح الملف بتاع الكره في افريقيا. حسيتها مسؤوليه نابعه من الحته دي اكتر من ان هو بيجامل. والله لكن انا بالنسبه لي انا شايف ان انت ما دام فرقتك اتعرضت لا، اصل كان الماتش برضو على فكره الاحداث هناك كانت اكتر من هنا. كانت اكتر من هنا. فانت واكثر حده، يعني فيها حده. سكينه معجون يا بيه، سكينه معجون. فانت كده انت اللي فرطت في حق فرقتك. فانا الوضع كده في الاخر اعتقد ان الجمهور المفروض يعني ياخد باله من القصص دي. يعني انت بتضر فرقتك وبتدوس على فرقتك. وللامانه اللافت للنظر انه ما فيش حد من جمهور النادي الاهلي على الاقل اللي انا شفته على السوشيال ميديا او عيني وقعت عليه في السوشيال ميديا شايف ان ده كان تصرف صح. يعني مفيش حد شايف ان ده تصرف صح، وده في حد ذاته دي رقابه ذاتيه محترمه جدا جدا من الجماهير من نفسها على نفسها، بحيث ان ده ما يتكررش تاني. في الاول في الاخر وداخل الملعب كمان يا ابراهيم. المضار الاول والاخير انت اللي اتضريت، ما حدش تاني. يعني في قطاع كبير يا ابراهيم امبارح في المدرج من جمهور كبير كان رافض حتى التصرفات دي. طيب خالد. بدايه خلينا ناخد كلمه من بين النادي الاهلي، ان النادي الاهلي بنفسه اعترف ان السلوك اللي حصل في المباراه من الجماهير هو كان سلوك مرفوض، وسلوك لا لا يزكيه النادي الاهلي، لو تزكيه اداره النادي الاهلي، ولكن واحنا برضه بنرفضه. نحط ده بقى على جنب، خلاص احنا اعلنا ان احنا بنرفض الكلام ده. لو اتكلمنا في لوائح وقوانين، اكتر واحد متضرر من اللي حصل امبارح، ولو مشيناها صح وادرنا الموضوع قانونا صح داخل الاتحاد الافريقي، اكتر واحد متضرر من اللي حصل في الملعب هو جمهور الجيش الملكي المغربي، مش جمهور النادي الاهلي. ليه؟ باللوائح وبالقوانين. انا بحب اتكلم باللوائح مش بالدماغ كده. اولا جمهور النادي الجيش الملكي المغربي
هو اللي ثبت في شريط المباراه، هو اللي بدا بمحاوله اقتحام المدرجات. ده اللي ثابت. يعني النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ما رماش الازاز في الاول. اللي حصل في الاول ان جمهور نادي الجيش الملكي المغربي حاول اقتحام المدرجات، ومثبت بفيديوهات، وحاول كمان اقتحام المقصوره. ده في عرف الكاف ان ده فعل للمره الثالثه بيحصل من جمهور الجيش الملكي المغربي. ماشي. اول مره تم تغريمه، وبعد كده تم ايقافه مباراتين. ده المره الثالثه. لو نبص للائحه، اللائحه بتقول ان لو انت جمهورك سواء بره الملعب او بره ملعبك او جوه ملعبك بتعاقب في حاله التكرار. فدي المره الثالثه، وده اللي بيرتكز اليه النادي الاهلي النهارده في شكواه. ان جمهور الجيش الملكي المغربي المفروض شكوى طبعا ارسل شكوى ملف كامل مرفق فيه محاوله اقتحام جمهور الجيش الملكي المغربي بالتوقيتات من توقيت المباراه من شريط المباراه، واثبت ان اللي بدا من جمهور او من الاعتداء من الجمهور هو جمهور الجيش الملكي. وهو ما اوضحه النادي في الاهلي في بيان، والناس ما كانتش فاهمه منه، ان النادي الاهلي قال ان اللي حصل في المغرب هناك واللي حصل من الجمهور المغربي هنا كان ردة فعله من جمهور النادي الاهلي انه حدث الازاز دي، على الرغم برضه في بيانه قال ان انا ارفض، ولكن اللي حصل منكم ده كان رد فعل. فبالتالي لو احنا مشيناها ككاف صح، القانون واللوائح بيقول ان المفروض ان اللي يعاقب عقوبات اشد هو جمهور الجيش الملكي مش جمهور النادي الاهلي، لان وفقا للوائح هو المره الاولى للنادي الاهلي، وهنا عقوبه النادي الاهلي لا تتخطى 10,000 دولار او 20,000 دولار بالكثير وفقا للائحه. السرعه بقى اللي حصلت من الاتحاد الافريقي لكره القدم ده بيبين قد ايه ان الموضوع كان معد. الموضوع لسه اللعيبه عرقها ما نشفش يا ابراهيم وهي خارجه من الملعب تيجي تقول انا بعت شكوى للاتحاد الافريقي لكره القدم. وطبعا الناس اللي بتصور والناس اللي من بدري والناس جاهزه بكاميراتها وجاهزه بكل حاجه. الشكوى اللي بعتها الجيش الملكي طبعا، يعني حتى النادي الاهلي وفقا لمسؤولياته تريث وقعد وشاف الشكوى. طيب انت رصدك للموضوع بتحليلك بتوصيفك بقرايتك للوائح بما وصلت اليه رد فعل اللي حصل في المغرب واللي حصل هنا، انه العقوبه ومش عايز حد يتطوع انه يركبنا حق اكتر او عقوبات اكتر من اللي موجوده في اللائحه. فكره انك كاتحاد افريقي تطلع لي بعد 12 ساعه من الواقعه وتقول ان انا بشجب وبدين وبكل عبارات اللي مش عارف مين ومش عارف مين وبقوله وبعيد وبتاع، ان انا بقول لك لا. طب وبعدين كنت فين انت لما عدت 3 ايام على سكينه المعجون لما نزلت على محاولات ارهاب جماهيري للعيبه في الملعب؟ فعلا لعيبه تاثرت. فنرجع نقول اصل النادي الاهلي ما اشتكاش. ماشي، النادي الاهلي ما اشتكاش، غلط انه كبر الناس حواليه، ولكن لما انا اكبرك، وعلى فكره لما بذكر الكلام في بياني ان انا بكبرك ده بحطك في حجمك الحقيقي. صحيح. طيب عبد الباسط، بص الموضوع ده يعني هاخده من منظور مختلف شويه، انه الجماهير اخطات والقله اللي عملت كده هي اخطات. فعلا اخطات. البيانات متباينه ومختلفه بين النادي الاهلي وبين الجيش الملكي. ما كانش متوقع ان ده يكون رد الفعل، لانه الاهلي اكد انه حفاظا على العلاقات فوضح ده وشرحه للكاف. ولكن ايه اللي حصل في المباراه الاولى من الجيش الملكي؟ حصل انه الجيش الملكي خد عقوبه 100,000 دولار امريكي. ال 100,000 دولار بجانب مباراتين بدون جمهور. هذه كانت العقوبه الثانيه بعد التنبيه والتحذير من الموسم الماضي في دور ربع النهائي بين الجيش الملكي وبيراميدز. حصل نفس اعمال الشغب، تم فرض غرامه ماليه وايقاف مباراه بدون جمهور، ولكن مع ايقاف تنفيذ العقوبه لمده عام. العام اللي احنا لسه شغالين فيه، يعني ما عداش السنه الميلاديه كامله. فاصبح انه نادي الجيش الملكي لما وقع عليه العقوبات وقع عليه 100,000 دولار، 20,000 لاستخدام الليزر، 15,000 لإلقاء الزجاجات، والاثنين بينطبقوا على النادي الأهلي، فدول 35,000 دولار، 15,000 لإلقاء الكرات داخل الملعب في ماتش الجيش الأولاني، بجانب 50,000 لاستخدام سلاح خطير وهو الحديد الذي يؤدي إلى ترويع اللاعبين وتهديد حياتهم للخطر. فتم توقيع عقوبة 50,000 دولار في هذا الأمر. عقوبات الجيش الملكي جاءت بناء على كل الأحداث القديمة. اما ان النادي الاهلي دي هي المره الاولى، النادي الاهلي سارع ان هو بعت، والمعلومه اللي عندي انه طبقا للماده 32 وطبقا لتقرير مراقب المباراه وتقرير الحكم وارد كمان يبقى في عقوبات على الجيش الملكي. ده لازم. لو اتكتب من تقرير مراقب المباراه، الحكم ملوش علاقه باللي بره المستطيل الاخضر.
لو اتكتب وارد يبقى في عقوبات على الجيش الملكي. الاهلي بادر وسارع بان هو يعمل ده يحافظ على حقه لانه قلقان انه يتم حرمان جمهوره، لكن المعلومه اللي عندي انه العقوبات المتوقعه طبقا للائحه وطبقا للعقوبات التي وقعت على الجيش الملكي قبل كده هي 35,000 دولار. اقول لك على مفاجاه يا ابراهيم، النادي الاهلي ما كانش هيطلع بيان ولا شكوى ولا كل الكلام ده لحد ما ما الاتحاد الافريقي لكره القدم النهارده اعلن القصه اللي عملها دي. يعني النادي الاهلي كان النادي الاهلي كان معدي الموضوع وشويه تهور من لولا الشكوى اللي حصلت من الجيش الملكي عظيم. ولولا تحرك الاتحاد الافريقي بهذه السرعه ما كانش النادي الاهلي اللي هيبعت كل ده نقفل بقى الملف بتاع العقوبات ده عشان عايز اخش بقى في الاخبار والتفاصيل في الديتيلز بقى.